ازيكم؟ وصفتنا المرة دي هي البيتزا بكل تفاصيلها كده، من أول العجينة والصلصة والتوبينج بتاعها وكل حاجة. هنعملها بطعمين مختلفين، أكتر طعمين أنا بفضلهم أو بحبهم يعني. وهقولكوا برضو ممكن تحطوا أطعم ايه تانية خلال الوصفة يعني أو خلال الفيديو. بصوا بتطلع سمكها مناسب جدا وبتطلع حلوة قوي بجد يعني. هي بيتزا بيتي انا شايفها في وجهة نظري ان هي احلى من بتاعه بره الصراحة يعني. والعجينة ال10 دقايق اهي. هقول لكم برضو هنعملها ازاي. اول حاجة نبدأ بيها طبعا في الفيديو هي العجينة. اول حاجة انا استخدمت كيسين من الدقيق، كيسين اللي هو الكيلو ده. بيبقى عبارة عن كوبايتين، كل كيس بيبقى عبارة عن كوبايتين من الكوباية الحجم ده. تمام. بس انا ليه استخدمت كيسين؟ اولا هو الكيسين بقوش كميه كبيره قوي يعني. بقوا هم طبعا بقوا حجمهم متعفرت اكتر يعني. وانا ليه بعمل كيسين؟ عشان يقعد معايا فتره اطول. حطيت 4 معالق من الملح تمام على الدقيق. وبعدين احط 4 معالق من السكر. استخدمت كيسين عشان زي ما قلت انا بحب اعمل كميه تقعد معايا في الفريزر. بعد ما تختمر اشيلها في اكياس كده واحطها في الفريزر تنفعني في اي وقت انا محتاجه يعني اعمل بيتزا فيه يعني. بعدين هضيف كيسين من الخميره الفوريه دي. ولكن طبعا انت ممكن تقللوا الكميه يعني تستخدموا كيس واحد، تستخدموا نص كيس، براحتكم يعني. بس انا بقول انا عملت كميه بالمره عشان اشيلها في الفريزر تنفع في اي وقت. تمام. هبدا اقلب كل كده الحاجات اللي حطيتها دي مع بعض. هنزل بميه دافيه تدريجي كده، لازم تكون ميه دافيه. وهبدا ان انا اقلب على مهلي كده. هو المنظر في الاول بيبقى مش عاطفي وبتحسوا ان الموضوع فاشل، ولكن شويه شويه العجينه بتبدا تبان يعني. نفضل نعجن كده بقى بايدينا كده كويس. الشفشق ده عباره عن كوبايتين من الحجم ده. تمام. انا بس بقول لكم حجم الحاجه عشان الناس ما تقولش طب الشفشق ده عباره عن قد ايه مثلا او كده يعني. انا بحاول افهمكم انا استخدمت ايه بالظبط. بعدين هضيف كوبايه من الزيت الحجم ده. الزيت بيساعد جدا على تماسك العجينة وبيلملي الدنيا خالص. هتلاقوا دلوقتي العجينة فرقت خالص بعد كمية الزيت اللي حطيناها دي. هنبدأ بقى نعجن بإيدينا كده كويس خالص ونحاول نوصل الدقيق لكل حتة، قصدي الزيت لكل حتة في العجينة. بصوا يعني بنحاول نلم الدنيا كده على قد ما يعني. هو العجن معلش بياخد وقت شوية. مش وقت، هو بياخد مجهود أكتر يعني إن حركة الإيد وكده وبس في الآخر الموضوع يستاهل يعني. انا ما بضيفش اي يعني اضافات تانية للعجينه. بحبها تبقى بسيطه كده وساده، ما فيهاش اي حاجه غير شويه الملح والسكر اللي ضفناهم 4 معالق و4 معالق. بصوا انا بعجن كده. بصي حتى الجوانتي بيطلع نضيف ازاي، ده معناه ان انا ماشيه صح والعجينه بتاعتي مش ملزقه، مش ملزقه يعني وملبكه وكده. بصوا يعني الدنيا بدأت تبان اهي لحد ما اتحسنت خالص عن الاول. انا عندي شويه بس دقيق يعني موجودين في تحت من تحت العجينه كده، فهضيف سنه زيت كده من تحت عشان اعرف المهم يعني. الم شويه الدقيق اللي تحت دول مع العجينه. بصوا برضو بوريكم ان الجوانتي بيطلع نضيف من كل مادة الدنيا بتظبط معايا. بصوا كده خلاص لميت شويه الدقيق اللي بقولكم عليهم من تحت دول. والعجينه بدأت تبان ملامحها اهو. الدنيا بدأت تظبط معانا. هي العجينة دي فعلا ما خدتش 10 دقايق، بس هي مشكلتها بس في مجهود العجن شوية. ولكن كوقت هي ما خدتش وقت خالص يعني. وبتختمر بسرعة جدا. نقلتها في بولة أنضف شوية. وهبدأ أغطيها بورق ستريتش أو أي كيس، سوري قصدي كيس ستريتش أو أي كيس عندك. مهم تتغطى كويس. وحطيها جنب فرن دافي كده يكون مشغلاه يعني وقفل وسبتيه شوية وبعدين قفلتيه. فبالتالي تحطيها جنب الفرن الدافي ده عشان احنا في السقعة وكده. محتاجة دفى شوية عشان تختمر. فنحطها جنب فرن دافي كده او فرن يكون شغال عادي يعني. المهم تكون فيه حرارة جنبها. بصوا اختمرت بسرعة ازاي، زي ما قلت لكم عشان حطيتها جنب حاجة دافية جنب فرن شغال وكده. اختمرت بسرعة جدا بجد، ما خدتش اكتر من 10 دقايق بالظبط وكانت اختمرت يعني. انا قعدت يعني حتى قعدت تختمر قصاد عيني يعني وانا بشغالة يعني. وانا بعمل الصلصة لقيتها بتختمر بسرعة جدا. هعمل بقى الصلصة. ضفت شوية من الزيت كده زي ربع كوباية زيت. وسبتهم يسخنوا شوية. بعد ما الزيت سخن كده هنزل بالثوم المفروم بتاعي.
انا بحب اكتر شويه في توم مفروم، بيفرق قوي وانا بحبه عامه. تمام، فبضيف كده التوم مفروم بتاعي على الزيت السخن. اهم حاجه يكون الزيت سخن كويس خالص زي ما انتم شايفين كده، عشان التوم يتحمر اسرع، يعني ما ياخدش وقت مننا. ضفت 3 معالق كبيره من التوم المفروم، وهبدا اقلب فيها من حين لاخر كده لحد ما التوم يتحول للونه ذهبي، زي ما هتشوفوا كمان شويه. هياخد له زي من 5 ل7 دقايق كده بس لحد ما ياخد لون ذهبي. ممكن عقبالت بقى ما ياخد اللون الذهبي بتاعه نكون عصرنا الطماطم بتاعتنا في الخلاط وجهزناها على انها تنزل على طول يعني. مش لسه نعصر فيها لما التوم يكون قرب يتحمر، لان التوم بعد ما بيوصل للون الذهبي مفيش لحظات وممكن يتحرق يعني. انا ضفت بس سنة زيت تاني كده عشان حسيت الزيت قل والثوم يعني اتشرب الزيت معظمه، ف مش عارف يعني يكمل تحميره. فضفت سنة زيت بس عشان تساعد على اكتمال التحمير بتاع التوم يعني. بصوا بقى لونه بقى ده اللون اللي بقولكوا عليه. كده انا تمام قوي. هنزل بالطماطم المعصورة بتاعتي. انا استخدمت حوالي 4 من الطماطم، وعصرتهم في الخلاط. نزلت بيهم على التوم المفروم اللي متحمر واخد لون ذهبي كده. تفرق قوي في الطعم ان هو لما يعني نسيب التوم كده ياخد ويدي مع الزيت وياخد لون الذهبي ده، بتفرق قوي في الطعم. في الاخر نقلب كده كويس الطماطم مع التوم. الصلصة دي بجد بتبقى جميلة جدا، يعني بجد احلى حاجة في الوصفة هي الصلصة دي. وهي دي اللي بتميز بجد البيتزا في الاخر، يعني بتخليها فعلا طعم بيتزا، مش طعم مثلا كأنك بتاكلي عجينة عليها شوية توبينج وخلاص، او بتاكلي عجينة عيش عليها شوية توبينج وخلاص. لا، هي بتفرق فعلا. الصلصة دي هي اللي بتحدد البيتزا في الاخر. بعدين هجيب صلصة الطماطم الجاهزة وهضيف منها 3 معالق كبيرة، لأنها طبعا انتوا عارفين صلصة الطماطم بتدي تسبيكة حلوة، ويعني بتفرق في طعم التسبيك، وكمان بتدي لون غامق أكتر وأحلى يعني. فعشان كده بنحب نضيفها على الطماطم المعصورة يعني. حتى بصوا تلاحظوا اللون اختلف تماما. وكمان بتفرق في الطعم زي ما قلت لكم، بتسبك الطماطم أو العصير الطماطم في الآخر حلو قوي. بعد كده هنزل ب مكعبين مرقة لحمة أو دجاج براحتكم، وهقلب كده. وهي المرقة تلقائيا هتدوب مع حرارة النار طبعا، وكمان هنسيبها أصلا الصلصة تتسبك وكده، فهي المكعب طبعا هيدوب، يعني مش محتاجين نفتفته يعني. بعدين هتضيف الملح. تمام، أنا كده ضفت معلقة صغيرة من الملح، وهضيف بعد كده البابريكا. برضو بتغمق اللون شوية وبتدي طعم كده حلو قوي للصلصة. ضفت 3 معالق صغيرين من البابريكا. بتفرق قوي في طعم الصلصة، صلصة البيتزا قوي بجد. فأنصح قوي بان هي بإضافة البابريكا يعني. ده غير ان هي بتدي لون حلو يعني للصلصة زي ما قلت البابريكا. بقى انا كده ضفت المكعبين مرقة ومعلقة صغيرة من الملح و3 معالق صغيرين من البابريكا. بعدين هبدأ أضيف الزعتر بتاعي، ده أهم حاجة وهو المكون الرئيسي أصلا لصلصة البيتزا. أنا بحب الزعتر يبان الصراحة وطعمه يبان، فضفت معلقتين كبار من الزعتر.
اقلب بقى كل حاجة، انا كل التوابل اللي ضفتها دي اقلبها كويس جدا مع عصير الطماطم كده، او الصلصة يعني، لحد ما كل التوابل تختفي كده. بعد كده بعد ما قلبت هغطي الحلة بتاعتنا، هنغطي الحلة يعني ونسيبها لمدة 10 دقايق كده. بصوا بعد ما الصلصة بدأت تغلي واتسبكت كده معايا، وهتلاقوها بدأت قوامها يتقل شوية، هنطفي على كده ونسيبها تهدى عشان نعرف نشتغل بيها شوية. نشتغل بيها دافية، مش عايزينها سخنة قوي ولا باردة قوي يعني. هجيب بقى الصينية بتاعتي اللي هشتغل فيها العجينة، او هحط فيها العجينة، وادهنها شوية زيت بساط كده. اهم حاجة ان نبطن الصواني كويس جدا، لان هي دي اللي بتفرق في انك تطلعي بيتزا ناجحة ومن غير ما تلزق في الصينية وكده. تمام، وزعنا الزيت كده الحبة صغيرين ضفناهم، وهندي رشة دقيق كده. انا بحب احط شوية زيت ورشة من الدقيق كده، مع رشة معلقة كبيرة من الدقيق. وبحب بقى ان انا اخلطهم بايدي كده مع بعض. بجد الطريقة دي بتخلي البيتزا تطلع معاكي بسهولة جدا، او تطلع معاكم يعني بسهولة جدا من الصينية، من غير ما تلزق وتتبهدل من تحت. هجيب حتة من العجينة بتاعتي اللي عملناها، عجينة ال10 دقايق، هبدأ افرد فيها على مهلي كده لغاية ما تغطي مساحة الصينية كلها. بعد كده افرد فيها بايدي كده لحد ما اوصل لاطراف الصينية كده، او تغطي لي كمية يعني مساحة الصينية كلها. بصوا، ده بعد ما قعدت افرد فيها ووصلت لحد اطراف الصينية. تمام كده، احنا ماشيين صح. الحمد لله مش بترد معايا العجينة، مش بترد معايا او كده، بتاخد وتدي يعني مش في عجاين كده بتبقى صعبة يعني، بتقعد ترد معاكي ما تلفش يعني، او ما تفتفردش قصدي يعني. دخلت العجينة بجد مدة 10 دقايق في فرن سخن مسبقا، او اقل من 10 دقايق، كمان 5 دقايق. بس تاخد سنة، بس تشم النار، تاخد سنة سوا بس عشان التوبينج بيستوي اسرع، فما تطلعش العجينة نية مننا في الاخر. فنسيبها زي 5 دقايق بس تشم النار، ونحط بعد كده عليها الصلصة الدافية شوية دي، عشان برضو بحس ان الصلصة لما تكون دافية بتنزل على العجينة كده، بتتغلغل جواها كده والعجينة بتشربها كده، وبتطلع طرية قوي معانا في الاخر العجينة. كل ما الصلصة تكون دافية العجينة هتشربها، وهي هتطلع العجينة معانا في الآخر بتدوب في البق فعلا، وطرية وحلوة يعني. كده وزعت الصلصة بتاعتي. هبدأ أشتغل في التوبينج بقى. أول طعم هنعمله، هضيف الأول فلفل أخضر متقطع كده، وبعدين هبدأ أضيف شوية من الزيتون كده، يعني في الحتة الفاضية. وبعد ما ضفت الزيتون والفلفل الأخضر، هضيف شوية موتزاريلا كده، مش كتير يعني، بحيث نغطي بس الفلفل والزيتون ويتماسكوا تحت الموتزاريلا يعني، وما يقعوش مننا. تمام، بعد ما ضفت الموتزاريلا كده وغطيت الفلفل والزيتون، هضيف اول طعم اللي هو السلامي. بيطلع حلو قوي قوي. وبعدين بس هضيف كده فوق كل سلامي قطعة سلامي شوية موتزاريلا، بس عشان تمسك السلامي شوية، ولما نيجي نقطع ما نلاقيش السلامي وقع مننا وكده. نفس الحكاية مع الزيتون والفلفل الأخضر. بصوا منظرها في الآخر، بدخلها بقى الفرن كده لحد ما الجبنة موتزاريلا تسيح.
وتاخد لون كده ذهبي حلو. الطعم التاني بجيب صينية كده وبرضو بدهنها بزيت وبرش عليها شوية دقيق، وبرضو بعمل ميكس ما بينهم كده بحس ان بجد الميكس دول، الميكسز الدقيق مع الزيت في الصينية يعني، بتخلي البيتزا تطلع معاكم بسهولة جدا جدا يعني. رشيت الدقيق بتاعي، هبدأ اعمل ميكس بينهم عشان البيتزا بتاعتي لما اجي احطها تطلع معايا بسهولة من الصينية، ما تغلبنيش في انها تطلع يعني. بصوا الميكس ده شكله ازاي، بجد بيفرق قوي في تطليع البيتزا من الصينية في الاخر، او في طلوع البيتزا يعني من الصينية. اجيب بقى قطع من العجينة واحط نقطة زيت صغيرة بس كده عشان حسيتها نشفت شوية. آم، تمام. وسنة دقيق كده، بس انا حاساها ان هي العجينة لا مش نشفت يعني، حاساها ان هي يعني زي ما تقولوا كده طرية قوي، فهتغلبني في ان هي تتفرد معايا، فعشان كده حطيت لها سنة زيت وسنة دقيق كده بس عشان اعرف افرد كويس يعني. انا حسيتها ان هي طرية قوي كده وزي ما تقولوا مش هتقعد ترد يعني معايا، مش هتتفرد. فعشان كده حطيت لها سنة الزيت والدقيق دول على الوش كده. بصوا بيفرقوا قوي في انك تعرفي تفردي العجينة جوه الصينية، وما تردش معاكي وترجع تقعدي تزقي وترجع تزقي وترجع، لا بتتفرد مرة واحدة. حسيتي ان هي في حتت معينة عمالة ترجع فيها جوه الصينية، يبقى دي الحتة دي محتاجة شوية دقيق من تحت، عشان الدقيق بيخلي زي ما تقولوا زي لزق كده، بيلزق العجينة وبيخليها ما تتحركش. بس هي العجينة لغاية دلوقتي تمام قوي. تمام يعني كده انا بفرد فيها اهو. تمام. معلش، هو بس الفرد بيبقى أغلس حاجة، ولكن زي ما قلت مجهود بيطلع يستاهل في الآخر بجد يعني عن البيتزا اللي بره يعني. زي ما قلت لكم، هو لو في حتت انتوا حاسين ان هي بترد فيها او مش عايزة تقف مكانها العجينة، يبقى هي محتاجة الحتة دي من تحت شوية دقيق كده. بنروح رافعين كده ونحط شوية دقيق من تحت، فالدقيق زي اللزق كده بيروح لازقها مكانها، ما تردش تاني عليكي يعني، ما تردش تاني على ايدك يعني. بصوا بدأت الدنيا تفرد معايا خالص، ما بقتش ترجع تاني. حسيت ان العجينة الصراحة فيها شوية يعني زيادات كده، فكل ما بفرد كده بحس ان في حتت زيادة كده، او ان هي سمكها زيادة شوية، بروح شايلة. ده ما انت شفته من دلوقتي يعني. برضو حطيت سن دقيق بس كده عشان العجينة تقف مكانها جوه الصينية. برضو هشيل شوية زيادات كده، حاسة ان السمك برضو كتير شوية. المفروض ان نفردها سمك مش تخين قوي ولا رفيع قوي، يبقى وسط كده، لان هي لسه هتخش الفرن وتاخد سمك اكتر يعني، فمش عايزينها تبقى سمكها تخين قوي في الاكل ولا رفيع قوي زيادة عن اللزوم برضو وتتحمص. لا احنا عايزينها وسط يعني. فانا عشان كده شلت الزيادات، لان حسيتها كانت هتبقى اوفر قوي في السمك بتاعها. ضفت نقطة زيت كده بس على الوش، بتدي لمعة كده وبتساعدني ان انا افرد اكتر. بس العجينة جميلة بجد وتستاهل، وبتطلع بصوا يعني مفيهاش اي عيوب او اي غلطات، بتطلع جميلة قوي وبتختمر بسرعة قوي. معلش انا بس بحاول اوريكم بالتفصيل انا فردتها ازاي. معلش الحته دي طولت في الفيديو شويه، ولكن انا بوريكم انا فردتها ازاي عشان
كله يبقى شايف كل حاجة. تمام. ودخلتها برضو فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 200. تاخد بس تشم النار وتاخد سنة سوا، عشان لما نحط التوبينج ما بياخدش وقت جوه الفرن، فما تطلعش العجينة اللي تحت معانا نية. وعملت الصلصة زي ما قلت وريتها لكم عملتها ازاي، وببدأ اضيفها تكون يا ريت دافية عشان العجينة تتشربها وتطلع. بحس لما تكون الصلصة دافية والعجينة تروح شرباها بتخلي العجينة تبقى طرية قوي. تمام. بضيف كده الصلصة. جميلة الصلصة قوي بتاعتها، وطعمها حلو قوي بجد، يعني فعلا تحس يعني كأنك بتاكلي بيتزا من بره. وفي الاول وفي الاخر هي طبعا عمرنا ما هنعمل بيتزا زي بتاعت بره او هتطلع زي بتاعت بره بالظبط، ولكن في الاول وفي الاخر بنعمل حاجه نظيفه في بيتنا تحت ايدينا وتحت عينينا، ونبقى عارفين احنا حطينا ايه، والدنيا تمام يعني. بعد كده هضيف فلفل اخضر، وهضيف الزيتون بتاعي على الصلصه. وهضيف بعد كده عندي كان صباع كفتة شوية كفتة يعني في الفريزر، فنزلتها واستخدمت منها صباعين كده، وحطيتهم قطعتهم كده بإيدي يعني، وحطيتهم كده وسط الزيتون والفلفل الأخضر. بتبقى حلوة قوي، طعمها حلو قوي. وممكن برضو نعمل طعم تاني، تونة مثلا، ممكن نعمل بسطرمة. كل الأطعمة دي بتطلع حلوة أوي. بس دي الكفتة اللي بقولك عليها بقطعها كده بإيدي زي ما انتوا شايفين وبضيفها. وزي ما قلت ممكن نعمل أطعمة تانية يعني تونة، بسطرمة، سلامي زي ما احنا عملنا اهو، كفتة، لحمة مفرومة، كل دي أطعمة ممكن تتعمل. ضفت شوية بقى موتزاريلا كده، وهدخلها فرن سخن مسبقا لحد ما تاخد لون ذهبي جميل، وبتطلع كده حلوة في الآخر. وأتمنى تكون وصفة عجبتكم، وشكرا جدا مشاهدتكم ومتابعتكم.